تصحيح معلومة ميلاد المسيح عليه السلام. في القرآن قال الله عند ميلاد المسيح وولادة مريم عليه السلام: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. والنخل لا ينضج إلا في الصيف، إذا ليس في الشتاء. وأيضا في الإنجيل كان الرعاة يخرجون للمراعي في جبال فلسطين، وهذا لا يكون أيضا إلا في الربيع وفي الصيف، ولا يكون في الشتاء. إذن الوقتين ليست في الشتاء كما يحتفل بميلاد المسيح عليه السلام. زيادة على ذلك، لا يعقل أن تخرج مريم أن تمشي حتى تصل إلى تلك النخلة وتجلس في ذلك البرد القارس في هذا الوقت يا إخوان، ولذلك كان هو وقت الصيف. لذا من قال تلك المعلومة وهذا الميلاد يقال أنه وقت عيد الشمس، وأن الشمس لا تقهر، وكان عيد في القديم فلم يجدوا ميلادا للمسيح فوضعوه في هذا التاريخ. لذا هذه المعلومة تصل للجميع، أن يتعامل الإنسان بعقله قبل قلبه.